هو ايه الفرق بين الخضار والسلطه؟ مش يا دكتور الخضار زيه زي السلطه؟ يعني انت لما تكتب لي وتقول لي كل كوسه، كل بتنجان، كل سبانخ، كل بسله، مش ده خضار وحاجات صحيه؟ ليه بتحدد لي منها كميه معينه؟ ليه ما بتسيبليش منها كميه مفتوحه زي السلطه؟ ليه بتيجي على السلطه وتقول لي كل زي ما انت عايز، خيار طماطم فلفل اخضر، ولكن بتيجي على الخضار وتقول لي قنن من اكلك منه؟ الخضار انواع، في خضار نشوي يعني فيه كربوهيدرات ونشويات كتير يديك سعرات كتير وده انا مش عايزاه، وفي خضار تاني نشويات قليله. الحاجات اللي زي السلطه دي نون ستارش فيجيتابل، يعني الخيار كله على بعضه بتاع 7 كيلو كالوري، يعني مش هيعمل لك اي مشكله. ولكن البسله، ورق العنب، البقوليات، الفاصوليا، اللوبيا، الكوسه، الحاجات دي على قد ما هي فيها ستارش او فيها كالوريز، على قد ما هي قليله في السعرات، ولكن لو انت اكلت منها كميات كبيره هتسمع وهتديك سعرات كتير، ومش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزينك تزود في طبق السلطه ولكن تتحكم في الخضار النشوي.